وكل أمالهم بتتحطم بعد البرنامج، وشروق بتقترح عليه السفر والشغل برا لأن الدنيا هنا قفلت معاهم، وبيمشوا في الإجراءات ومصاريف السفر بتكون كبيرة، وبيبدأوا يبيعوا عفش البيت واحدة واحدة لحد ما بيبقوا على الأرض وبيقرب ميعاد السفر. وشروق بتجهز له مفاجأة قبل ما يسافر، بتجيب له تذكرتين سينما عرض أول للمؤلف اللي هو بيحبه اللي قابله مرة في الحمام، اللي اسمه طارق الميداني، لأنه بيعتبره قدوة ليه. وبيروحوا يحضروا الفيلم، ومحمد بيبدأ يسمع حوار الفيلم. بيقول لشوي إن هو كتب الحتة دي في كتاب عنده، بيقول لها شفتي أنا بكتب زي المؤلفين المشهورين أهو. لكن بيندهش لما بيسمع أجزاء تانية من الحوار واللي بتكون كلها من رواية هو مؤلفها. وطبعا كان بيكتب ويبعت للمؤلف المشهور ده عشان ياخد رأيه في كتاباته، لكن طارق الميداني أخد الرواية وغير اسمها وأسماء الشخصيات ونزلها باسمه، واتعملت فيلم وبقى هو المؤلف العبقري اللي ألفها. وهنا محمد بيثور، وبيكون ده العرض الخاص، والمؤلف بيكون موجود في الصالة، ومحمد فراج بيكون بطل الفيلم وبرضه بيكون حاضر وبيحاول يفهم من محمد المشكلة. محمد بيقول له إن المؤلف ده سرق روايته، وهو بيقول له جايز طورت خواطر، وهو بيقول له لا، ده كل التفاصيل زي ما أنا كاتبها، والنهاية هتكون بالشكل الفلاني. وهنا محمد فراج بيستغرب لان هي دي النهاية فعلا، ومحدش لسه شاف الفيلم عشان يعرف نهايته. وبيكلم المؤلف وبيقول له دي نهاية الفيلم فعلا، والمؤلف بيقول له مش انت قلت طورت خواطر؟ والامن بيجي ياخد محمد على بره، لكنه بيفلت من الامن وبيضرب المؤلف على دماغه وبيعمل له اصابة خطيرة. وبيتقابلوا في الاسم، وطبعا محمد كده ضيع حقه لان الناس كلها شايفة انه غلطان، والمؤلف مظلوم ومضروب عنده اصابة في دماغه جامدة، وبالتالي بيتعرض على النيابة ومبيقدرش ياخد حقه ولا باطل مع المؤلف اللي سرق منه فيلمه، بل سرق منه حلمه كمان. وبيخرج من النيابة على ذمة القضية، وشروق بتكون مستنياه وبتسأل المحامي هو ينفع يسافر لأن معاه طيارته بكرة. والمحامي بيقول لها يسافر ازاي يا أستاذة، ده على ذمة قضية ما ينفعش يسافر. وطبعا ده محامي بطيخة لأن هو مش محكوم عليه بأي حكم، لكن الحبكة الدرامية هي اللي طلبت كده، قلنا مشي. وطبعا كل المصاريف اللي صرفوها وعفش البيت اللي باعوه كل ده راح على الأرض بسبب الموضوع ده. وفي الوقت ده شروق بتهاجم محمد وبتقول له إن هو السبب في كل اللي هم فيه، وإنه أناني. ومحمد بيستغرب لأن من البداية هو محطوط ومفعول بيه في كل أحداث المسلسل اللي فاتت، ما كانش ليه أي حرية اختيار، وهي برضو اللي اختارت في البداية إنها تشيل اللولب بدون أي اعتبار لرأيه، وحطيته قدام الأمر الواقع، وده في حد ذاته سبب رئيسي للمشكلة. هو بتقول له أنت أب فاشل وزوج فاشل ومؤلف فاشل، وهو كرد فعل بيقول لها إنه فاشل بس يوم ما فكر يتجوزها.